عزيزي الأهلاوي، ده برشام مهدئ للأعصاب لأن اللي جاي صعب الصراحة. الزمالك بنسبة كبيرة حسم الدوري، وده يا صديقي هيفتح علينا أبواب ما يعلم بيها إلا ربنا. أول حاجة هتقابلها احتفالات مبالغ فيها بشكل غير طبيعي. يعني مش مجرد بطولة، لا، ده هتلاقي الاحتفال عامل زي إن الفريق كسب كاس العالم للأندية 3 مرات ورا بعض، وهتسمع جمل من نوعية رجعنا لمكاننا الطبيعي، مع إنها بطولة دوري كل 10 سنين. الإعلام الرياضي المصري اللي سبحان الله 80% منه محايد برداء أبيض هيحتفنا بسيمفونيات عن الانتصار الإعجازي. وطبعاً الموال المعتاد هيشتغل. لاعبين الزمالك هم الأفضل في المجرة، بزيرة أحرف من ميسي، وعبد الله هو المعنى الحقيقي لكرة القدم. والزمالك أصلاً مكانه مش في الدوري المصري، ده المفروض يلعب في البريمير ليج، بس الظروف هي اللي حطته هنا. وكل ده ليه؟ عشان انتصرنا على المؤامرة الكونية. أيوة يا فندم، المجرة كلها كانت متآمرة عشان الزمالك ما ياخدش الدوري. نيجي بقى للحتة اللي بتحرق الدم بجد. هيقولوا يغنوا باسطوانة انتصرنا بفريق ب2 جنيه وما صرفناش حاجة، مع ان الواقع بيقول انهم صارفين اكتر من اي نادي في مصر. وهيظهر الحرمان الزملكاوي في ابهى صوره. هتلاقي مطالبات رسمية وشعبية بان تشكيل منتخب مصر لازم يكون 11 لاعب من الزمالك، والمدرب لو ما عملش كده يبقى أهلاوي عايز يهد استقرار الكرة المصرية. والغريب بقى إن أول ما الزمالك يرفع الدرع بيبقى اتحاد الكرة ده محترم ومحايد وناس زي الفل ومنتهى العدل، لكن لو الأهلي خد الدوري يبقى اتحاد أحمر وموجه ومؤامرة لتعطيل مسيرة القلعة البيضاء. المفارقة بقى إنك لو سألت أي أهلاوي دلوقتي عن حال فريقه هيقولك إحنا وحشين، خسرنا بسبب دلع اللعيبة وأخطاء الإدارة وعدم المسؤولية. الأهلاوي بيجلد ذاته عشان يصلح، والزملكاوي بيحتفل باللي معاه كأنه امتلك الكون.